ليه غلط اللي احنا نشغل الفرن والشوايه مع بعض؟ وليه شركات كتير قوي منزلاك الفرن والشوايه على زرار واحد؟ هل ده منزلاهم خاطر تلم التكلفه معاها وتعمل بوتاجاز باقل تكلفه؟ عشان هو خطر بالفعل، خطر. وحتى البوتاجاز اللي هو الفرن والشوايه منفصلين بيكتب لك كده في الضمان ممنوع استخدام الفرن والشوايه مع بعض اكتر من 7 دقايق، عشان بيحصل ستريس، ضغط في الفرن والشوايه مع بعض جوه الجهاز لفترات طويله. يعني احنا لو شغالين اصلا الفرن من تحت بيبقى فيه تهويه خارجيه وتهويه سفليه بتخرج معانا الضغط وبتخرج معانا الحراره الزياده، عشان ما يحصلش ضغط جوه البوتاجاز والبوتاجاز لا قدر الله ينفجر. فانت ما بالك بقى انت مشغل تحت وفوق مع بعض في نفس الوقت لفتره طويله زي نص ساعه مثلا، هيحصل ضغط جوه لا قدر الله ممكن يؤدي ان الازاز الخارجي يتكسر، ودي اقل حاجه وربنا يبعد عنكم كلكم الشر. تمام كده؟ لازم تقرا الكتالوج بتاع البوتاجاز اللي انت رايح تشتريه، حتى لو فرن وشوايه منفصلين هتلاقي مكتوب فيه ممنوع استخدام الاتنين مع بعض اكتر من 7 دقائق. تمام كده؟ بيبقى فيه تهويه خارجيه. ناس بتفرش الومنيوم على الجهاز، على السطح بتاع الجهاز، في اخر سطح الجهاز من ناحيه الازاز في فراغات تهويه. فراغات التهويه دي خاصه بالفرن، ما ينفعش نسدها لاي سبب ما، عشان دي التهويه بتاعت الفرن. لو سديناها برضو لا قدر الله هيحصل مشكله اثناء استخدام الفرن، مش هيطلع التهويه بتاعته، هيحصل ضغط في الفرن، فده غلط. انا هنا عشان انصحكم، لو في اي حاجه عايز تسالني عليها سالني عليها في كومنت وانا هطلع ارد عليك. بحبكم في الله، سلام.